السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معايا اليوم إن شاء الله راح نشارك معاكم وصفة كروكي بمقادير اقتصادية ويصلح للقهوة. وصفة ناجحة، يجيه هشيش ومقرمش وبنين. تابعوا معايا طريقة التحضير. بسم الله. عندنا 3 حبات بيض كاملين مع بياض بيضة والصفار نخلوه للتالي باش ندهنوا به الكروكي تاعنا. نضيف عليهم كاس سكر ومغرفة صغيرة قشور البرتقال أو قشور الليمون اللي كان عندك، قرصة ملح ومغرفة صغيرة لافاني. اللي ما عندهاش لافاني بودغ تقدر دير لافاني سائلة. غادي نخلطوا المكونات بالفوي، ندخلوا هداك البيض مع السكر، ودروك غادي نكملوها بالباتور. غادي نضيف كاس قل صبع زيت ونضيفها غير بشوية كما راكم تشوفوا. ودروك غادي نضيف الفارينة. ضفت 2 كيسان في الاول، انا هنا خدات لي حوالي ربع كيسان. غادي نضيف كيس ونص خميرة الحلوى ونكمل الخلط. نضيف الكاس الثالث ونحاول نجمعها ونولي معاكم. هنا بغيت نوريكم العجينة اللي تحصلت عليها، لازم تكون بهذا القوام. ودروك غادي نقسمها على 2 ونبدا نخدم فيها. نبسط العجينة بواسطة الأصابع. نخدم القسم الثاني كذلك. ودروك نجيبو سنيوة اللي حطيت عليها ورق الطهي، ودروك ندهنهم بصفار حبة بيض والقليل من القهوة. ودروك بواسطة شوكة غادي ندير خطوط كما راكم تشوفوا، ونكون مشعلة الفرن على نار متوسطة. غادي ندخله يطيب ونوليكم. هنا بعد ما طابلي شوف الله يبارك كيفاش جاني. غادي نقسمه ونزيد نحمر هذوك الجوانب. اللي تبغي تخليه هكا تخليه، انا بغيت نحمرها باش يعطيني هذيك القرمشه. هنا بعد ما حمرته هذه هي النتيجه النهائيه خواتاتي. شوفوا الله يبارك كيفاش جاني محمر ومقرمش. غادي نقسم غير بيد وحده. شوفوا كيتقسم معايا بكل سهوله. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم. ما تنسونيش خواتاتي بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه وشاركوا الوصفه مع اصدقائكم، والى الملتقى ان شاء الله.